شهور في الشغلانه اصلا لا لازم يمشي، لانه هو كده مش هيتعلم حاجه. اول مكان اشتغلت فيه كان من اكبر الاسباب اللي خلتني امشي. رقم واحد ان انا حاسس نفسي ان انا لوحدي. ركز في اللي تعرف تغيره، ما تشغلش بالك باللي مش هتعرف تغيره. يعني قعدتك جنب ولادك ومراتك وبنتك واهلك ده بيساوي بس كفايه كده. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. وماله عامل ايه؟ وماله اخبارك ايه؟ كويس. بص يا سيدي، بيقول لك انا همشي من الشركه. الف سلامه يا باشا، ربنا يبارك لك. مديري مش بينزل معايا غير يوم في الشهر، وزياره او 2 بالكتير قوي ويخلع بعد 3 شهور. ده تصرف صح ولا لا؟ انا عايز اعرف انت اول ما جريت الكلام ده حسيت بايه؟ والله انا يعني ايه، حسيت بزعل كبير من مديره. يعني ده اول انطباع. لان انت كمدير في حاجات كتيره كده لازم تعملها. فموضوع ان انت تنزل، واضح ان هو كون ان المندوب يوصل لمرحله ان هو يكتب رساله زي دي، ده معناه ان هو عدى على مراحل كتير. يعني اكيد المندوب ده لسه عايز يتعلم حاجات كتير. على فكره بالمناسبه، ممكن مدير ينزل يوم او 2 في الشهر، ممكن يبقى راجل معاه 10 مديرين ومعاه منطقه كبيره. 10 مندوبين تقصد؟ 10 مندوبين ومعاه منطقه كبيره، فبالتالي مش هيقدر يغطي كل الناس. بس واضح قوي ان الولد ده كان عايز يتعلم، او لسه في حاجات كتير مش متعلمها. ففكره ان انت تنزل يوم في شهر، بالمناسبه ده بيفكرني بنفسي زمان لما بدات الشغل. اول مكان اشتغلت فيه كان من اكبر الاسباب اللي خلتني امشي. رقم واحد ان انا حاسس نفسي ان انا لوحدي، مش قادر اتعلم. تمام. فاخدت قرار ان انا امشي. بس ساعتها بصراحه ما كتبتش الكلام ده على الفيسبوك ولا امشي، لان ما كانش فيه فيسبوك كده. لا، بس فكره ان المدير ما ينزلش، او حتى لما بتنزل، اهم حاجه انت في الليدرشيب ان انت تليد باي اكزامبل. صحيح. فواضح ان الموضوع مش فكره برضه ان هو نزل يوم او شهر او يومين، لا، في حاجات تانية. انا شايف الرساله دي، انا مختلف بقى معاك في نقطه، انه الرساله دي انا شايفها مش كامله. ده حقيقي. هو المندوب ده اخد تريننج كويس؟ ده علامه استفهام. طيب اتعمل له اللي بنسميه في الليدرشيب امباورمنت. يعني الماتيريالز معاه شكلها ايه؟ الليسته اللي المنطقه قبل ما ينزلها كانت محججه قد ايه؟ ما كانتش محججه. هو الاكسبيرينس بتاعته قد ايه؟ ما هو ممكن يبقى الكلام ده المندوب مش فريش ومعمول له امباورمنت كويس، وهو بيقيم مديره. هو بيفكر تفكير حكمي على مديره. هو شايف انه مش بيفكر في انه، يعني انت جريتها انه عنده نيد انه يتعلم، وده جايز ممكن. لكن انا شايفها ممكن اشوفها بشكل ثاني. خلينا، ما هو انا شايف انه ممكن يبقى مندوب جديد ومعمول له امباورمنت وده وارد، وهو بيفكر تفكير حكمي انه مش فير انه مديري ينزل مع ناس تانية في اريات تانية وما بينزلش معايا. فممكن يكون هو بيطبق الفكره بتاعت انه از نوت فير. عشان كده هو بيسال هو ده صح ولا غلط. ايوه، هو بيسال هو تصرف مديري ده صح ولا غلط. بس بيقول لك بعد 3 شهور. يعني ايه بعد 3 شهور؟ يعني ما هو مش مفهوم. هو ليه 3 شهور مثلا في الشركه؟ هو 3 شهور في الشركه ولا في الشغلانه اصلا؟ ما انا بقول لك دي ناقصه. طب تعالى، هو لو 3 شهور في الشغلانه اصلا لا انا معاه، هو لازم يمشي. هو لازم يمشي. ده موضوع منتهي. لان هو كده المفروض انه في المرحله بتاعت ان هو ما عندوش غير تايم وافورت، ولازم يكتسب انه يتعلم. هو كده مش اتعلم. ايوه. فلو 3 شهور في الشغلانه اصلا لازم يمشي. ولو مش واخد تريننج او مش واخد ماتيريال، لا شكرا. كافيه الموضوع. لا ده كده يبقى بلح. لا بلح كده، شكرا. طيب قبل ما يمشي مش المفروض مثلا يكلم مديره يقول له مثلا همشي عشان 1 2 3 ولا ايه رايك؟ يعني هو الاسكس، هو الواد ده يعني او اللي بيتكلم، هل هو باقي على الشركه بالطريقه دي ولا لا؟ او باقي على المكان يعني، او ممكن يبقى لا هو مش من شكل الكتابه، هو مش فارق مع الشركه.
او ممكن ما عندوش معلومه لسه. هو فارق من معاه الجيل الجديد يا دكتور. الجيل الجديد فارق معاه ايه؟ فارق معاه انه هو اللي هيعمله صح ولا غلط انه يسيب الشركه. هو مش عايز يتصرف غلط، قال لك مش عايز يتصرف مش عايز يتصرف. هو بياخد راينا في ان انا همشي من الشركه، ده صح ولا غلط علشان السبب ده. ما هو زي ما بقول لك، هي المفتاح كله في الكيس دي الثلاث شهور. لو له 3 شهور في الشغلانه اصلا لا لازم يمشي، لانه هو كده مش هيتعلم حاجه. لو 3 شهور في الشركه وهو عنده اكسبيرينس سابقه، لا ما تمشيش يا ابني وتناقش وشوف ايه اسباب مديرك ما نزلش معاك ليه. والله السؤال ده حلو، اعتقد ان في ناس كتيره بتمر بنفس السؤال، موضوع ان حد جديد في المكان وممكن ما يبقاش فيه اهتمام بالتعليم بتاعه او ان حد ينزل معاه بيني وبينك لو انا مش هعمل كده ومش همشي. مش هتمشي لا، لان ممكن يبقى هو هتعلمها، هعتمد على نفسي واتعلمها واتعامل وهوصل للاتشيفمنت. خلي بالك الشغلانه بتاعتنا الجزء الاكبر منها سيلف ليرنينج، انت بتتعلم مع نفسك طبعا. يعني موضوع ان حد يديك بالمعلقه المعلومه او الطريقه في كل مره، ده مش بس احنا كده ما وصلناش لحل الراجل ده يمشي ولا لا. ما زي ما انت قلت، لو راجل لسه جديد ولسه داخل الشغلانه وليه 3 شهور وواضح ان هو ما بيتعلمش، لا يا باشا، ارض الله واسعه وشركات كتير. صحيح. وقدم، ولما تجيلك فرصه اتحرك، لو ما جاتش فرصه خلاص. كان في برنامج زمان اسمه حياتي. ايوه ده اللي احنا عايشين فيه. سمعت عنه؟ كان بيجي على القناه الثانيه الساعه 5. ايوه. اسمها ايه بقى؟ لو جبت الاسم بتاع المذيع. لا مش متذكر. فريال صالح كانت بتاعت اختارنا لك. لا هي كان ليها اسم مشهور. ايوه انت فاكره؟ لا. اما بتسالني ليه لما ما انا مش طيب بص يا باشا، تعال نشوف حاجه من الحاجات التانية. بيقول لك ايه؟ انا مندوب عندي 35 سنه، متجوز وعندي ابن، جالي عقد عمل في بلد اوروبيه اشتغل حارس عقار للمغتربين، ويوم واحد تنظيف شقق اسبوعيا، الراتب 500 يورو. يعملوا لهم كام 500 يورو؟ لا ما 60,000 جنيه يعني؟ لا 30,000 وفي بقشيش وكده، وليا اوضه بالسرير وحمام جنب البوابه. عاوز رايكم، ضروري الفرصه مش بتيجي غير مره واحده، ومحدش يقول اطلع وهناك دور على شغل غيرها، اوروبا مختلفه عن الخليج. ايه ده؟ ايه رايك؟ ايه الكلام ده؟ هو طبعا كل واحد ليه السيناريو بتاعه وليه الوضع الخاص بيه، احنا مش بنتكلم في الجزء ده. بس اعتقد الرينج بتاع المرتبات في مصر تقريبا تلت الرقم. الفكره ان هو اولا متحمل على نفسه كذا حاجه صعبه جدا. اولا هيروح لغربه، الغربه في حد ذاتها تحدي بالنسبه لمعظم الناس، خصوصا ان هو عنده زوج وعنده ابن. ده رقم 1. رقم 2 ان هو بيقل اجتماعيا. يعني هو مش بيقل اجتماعيا، لا هو بينسف اجتماعيا، هو بيقلل المستوى. طبعا كل الشغل ليه كل الاحترام والتقدير، لكن انت راجل مهما كان هنا بيتقال لك يا دكتور مهما كان. لكن لما انت تروح هناك وتروح تنظف شقق او تبقى حارس عقار، انت بتعمل ضغط نفسي عليك غير طبيعي، وكمان بالاضافه للغربه. خلي بالك كل حاجه من دول دي بفلوس، والفلوس دي يعني شطارتك ان انت تقدر تحول الوضع اللي انت فيه لفلوس، او تقول الحمد لله على حاجه انا موجود فيها. دي بتساوي كام؟ انا ممكن اشتغل على نفسي واطور نفسي واوصل للمبلغ ده هنا في مصر جنب اولادي. يا باشا انت مش عاجبك الكارير، غير الكارير، اشتغل شغلانه تانية بره الكارير، بس مش نفس. يعني الرساله دي انا تعاطفت جدا معاها بصراحه يعني. وعايز اقول لكم كل واحد فينا او في شغال الشغلانه بتاعتنا او شغلانه مشابهه ليها، جاله لحظه فكر في حاجه زي كده، انه يهاجر كندا، امريكا، ان هو مثلا يعمل حاجات ياخد له 5 6 سنين في الخليج مثلا، ايا كان يعني. تمام، بس احسبها كويس. وزي ما قلت لك لازم تقيم فكره ان انت في حاجات في ايدك دلوقتي ممكن ليها قيمه اكبر بكتير من اللي انت رايح لها. زي ما قلت لك، لو انت قاعد بين اهلك وناسك ده بفلوس، ده ممكن يبقى قد المرتب اللي انت بتاخده دلوقتي. مش هتحس بيه غير لما تجرب وتروح مكان تاني. وهو الهجره عموما هي تغيير لنوعيه المشاكل، مش الغاء للمشاكل. بالظبط، هو تغيير لنوعيه المشاكل بالظبط. وكمان المقابل مش كبير. المقابل انت 500 يورو دول حضرتك هناك دول عاملين زي 500 جنيه مصري بالنسبه لاوروبا.
يعني انت 500 يورو دول ممكن يخلصوا معاك في 3 4 ايام 10 ايام بالكتير، وانت هنا مهما كان مش هتقدر تنزل عن المستوى والاكل والشرب، مش هقول لك مثلا لبس وحاجات كتير عن اللي انت عايش فيه، فانت كمان ده ضغط ثالث صحيح هيتضاف ليه. تمام، ضغط يعني لا انت بتعرض نفسك عارف اللي يحل مشكله صغيره بمشكله اصعب بكتير. لا ما تعملش كده بكل وضوح وصراحه، لا ما تفكرش، فكر مليون، سيب الكارير خالص لو انت يعني جبت اخرك من الكارير ومفيش فرصه وحاسس ان انت لا، واشتغل اي كارير يا باشا، اشتغل اي شغلانه ثانيه، اشتغل سكرتير في اي شركه، يعني روح اي شركه كبيره قول لهم انا عايز اقدم سكرتاري، انا بعرف اشتغل على الاكسل واشتغل محاسب مثلا. انا بديك اقتراحات حتى لو كان مرتبها اقل، بس ما تعملش الحركه دي. يلا نشوف مشكله من على وش القفص. يلا بينا، احلى مشكله. واحد بيقول لك ايه، انا فريش وعايز لسه في منطقه معينه، جاينا وأورسو وبيديا، ايه رايك؟ ابعت له لسه. والله يا جماعه يعني مش عارف اقول لكم ايه، بس هو الليسته اللي انت هتبعتها له دي هتبقى الليسته بتاعتك. ايوه. هي كل الدكاتره؟ اكيد لا. انا مش عارف اقول ايه، بس انا عايزك اكيد لا، صح؟ طيب والليسته دي المفروض متقسمه كلاسات، يعني فيها كلاس A و B وسي لو في بعض الشركات بناء على التقييم اللي انت خد منه الليسته، بناء على تقييم حضرتك لو انت اكرم اللي هتبعت له الليسته. ايوه بناء على التقييم اللي انا هبعته. فانت بتقيم هل الليسته دي متقيمه الكلاسز بتاعتها على البوتنشاليتي بتاعت الدواء اللي انت شغال عليه؟ ايوه. ولا البوتنشاليتي بتاعت الماركت؟ ولا وممكن كاستمر تلاقيه متقال عليه انا شايف ان هو ما بيكتبليش انا فانا عامله بي وهو كلاس ايه، وممكن لما تزوره انت اكرم يكتب له، لو زاره علي مش هيكتب له. ايوه ممكن هو يبقى كلاس ايه في كاتيجوري معينه من الادويه لكن كاتيجوري ثاني لا. انا رايي لو بتسالني انا رايي ضد فكره ان واحد يطلب على الفيسبوك انا عايز الليسته الفلانيه دي. انا مش موافق لا فيسبوك ولا تاخد لسته من حد شغال في مكان تاني، لكن تقدر تشتغل الليسته، تاخد الليسته بتاعت حد من زمايلك كان شغال هنا دي في نفس الشركه على نفس الادويه مثلا، في نفس الشركه على نفس الادويه. طيب الخلاصه اقوى لسته تعملها هي اللي انت بتعملها بنفسك، وده اللي بنسميه في السيلينج سكيلز اللفه بتاعت البروسبكتنج. بالظبط، ده البروسبكتنج. انت يا باشا السوق كل يوم بيتغير، كل يوم دكاتره بتيجي ودكاتره بتقل الريت بتاعها وناس بتتغير الترند بتاع البريسكريبشن بتاعتها. بس عارف المشكله اللي ورا الكلام ده ايه؟ مفيش مدير. لا امال ايه؟ الاستسهال. الاستسهال والاتاحه. يعني انا معايا بنتي لسه بحكي انا وانت عن القصه دي، في سن اصغر حاجه بسيطه من الناس اللي شغالين مندوبين دلوقتي معانا وبتاع. انا براعي ده، بلاحظ ده الاتاحه الكبيره اللي موجوده ادت الاستسهال. اتاحه ايه؟ اتاحه كل حاجه، اتاحه المعلومات، اتاحه السيرش، اتاحه الوصول للحاجه بسهوله. بس ده بيعمل تشتت، ده مش تشتت وفي نفس الوقت بيدي نوع من انواع الاستسهال. يعني اي حاجه جوجلت، اي حاجه احط سؤال على الفيسبوك ويثق فيها. يعني مش انت ممكن تاخد المعلومه دي كارثه، تاخد المعلومه وحطها على جنب وانت يبقى عندك الداتا بتاعتك. يعني انت مثلا صحيح. جيب لسته من حد زميلك ماشي اوكي، بس ما تعتمدش عليها، لازم انت تنزل بنفسك وتعمل فيريفيكيشن. تمام، ان الموضوع ده مظبوط ومناسب ليك. تمام، لكن افضل حاجه ان انت تجمع الموضوع ده بنفسك. يلا بينا نشوف حاجه تاني. يلا. الشركه ده منشور شحوي يقول لك الشركه اللي مشت نص الناس اللي معاهم من سنين واكلوا فلوسهم مبسوط دلوقتي، واكل الناس على الجروبات بتقول انك بلاك، وكل الناس على الجروبات بتقول انك بلاك ليست. معلش اصل اكل حقوق الناس مش حاجه سهله كما تدين تدان. النوع ده من الاسئله او من المنشورات، هو ده كده مش بيسال، ده بيشرشر. انت بتقول ده بيشرشر، ده سياح. ده حلو، لا هو بس ما ذكرش يعني اسماء. احنا طبعا كان نفسنا نشوف بس الحمد لله. لا ما هو الشركات اللي بتعمل كده احنا ما عارفينهم، نقدر نقول بالاسم بس انت جاهز تقول بالاسم؟ لا يا عم ماليش دعوه، ولا انا ماليش دعوه. انا ايه رايك؟ معنى بيها انا ليه انا من النص الناس اللي مشيت؟
مش من نص الناس اللي فضلت. ده سؤال مهم، ده سؤال مهم جدا. هو حضرتك اللي كاتب الكلام ده اكيد اقل في البرفورمانس او اقل في الاتشيفمنت. هقول كده. هتقولها له في وشه كده. ما هو كده، ده قصف جبهه. عيش. او اقل في الكوميونيكيشن مع الكي او الز بتوع الاريا. في حاجه زميلك اعلى منك فيها. النص اللي مشي اكيد من وجهه نظر الشركه هو الاقل برفورمانس من النص اللي فضل. من وجهه نظر الشركه. من وجهة نظر عشان الشركة. برضه ايه، ما تقولش دي وجهه نظر الشركه، هم ظالميني والمظلوميه طبعا. والحاله دي. بس انا عايزك ما تبقاش قاسي، يعني حن على الناس برضه، يعني ايه، اديله حته كده برضه ايه، حنان. ايه الاستفاده اللي هتعود على الناس لما نقول انه الشركه انها تقرر تمشي نص الناس؟ ده قرار غلط. خلي بالك يعني انت استفدت ايه لما قرار غلط والشركه في نقطة. ولا يجب انه يحصل كده؟ وبعدين انت استفدت ايه؟ بالظبط. في نقطة دي اللي أنا عايز أتكلم فيها. الناس بتتوقع إن هو لما يشرشح أو إن هو لما يتكلم عن الشركة بطريقة سلبية بقى إن الشركة هتضيع والناس بتقول عليها، الناس بتنسى. والشركة خدت قرار غالبا خصوصا مع الناس محدش بيرجع فيه، فدي حقائق مسلمة. والشركة قبل ما بتاخد قرارات زي كده بتبقى حاسباها مليون مرة. تمام. وعايز أقول لك حتى لو الشركة فعلا يا عم بتنزل ووحشة ومش عارف ايه، فعلى فكره ممكن تبقى هي عامله حساب الكلام ده وهي عايزه تقلل وبعدين ركز في اللي تعرف تغيره، ما تشغلش بالك باللي مش هتعرف تغيره. حتى لو اللي انت مش هتعرف تغيره ده واقع تاثيره عليك، ركز في اللي تعرف تغيره. يعني انه الجو مثلا في اسوان شديد الحراره، انا مش هركز ان الجو شديد الحراره، انا هشوف هعمل تكييف صحراوي يعادل الحراره ما تكونش في الدور الاخير. هركز في اللي انا اعرف اعمله وهبعد تركيزي تماما مش هعرف اعمله. انا خلاص انا من نص الناس اللي مشوها، فانا مشيت خلاص من الشركه. ابتدي اركز انا مشيت ليه، وابتدي اذاكر واحسن من نفسي واخد عهد على نفسي انه الحاجات اللي ادت ان انا كنت من النص اللي اقل بالبرفورمانس من النص اللي فضل، انه ده مش هتكرر معايا تاني. ولو تحليلي ده ادى الى انه العيب في الشركه، ابتدي اسلكت الشركه اللي انا اشتغل فيها بشكل مختلف. الشركات ما شاء الله كبيره جدا. احنا عندنا كام شركه في مصر في القطاع الطبي او في الدواء؟ 1800. 1800 شركه. فانت يا باشا الدنيا مش صعبه لو انت كويس وانت مقبول في الماركت، فيا باشا اللي يسيبك هو اللي خسران. ولا انت ايه رايك؟ اكيد. بالظبط. الشركه رفضتني. بس كفايه كده. خلاص خليها المره الجايه. المره الجايه. يلا السلام عليكم.